بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا النهارده نعمل حبة عدس أو شوربة عدس جميلة جدا جدا. طب الجماعة اللي بيخافوا من العدس يقول لك بيظهر عندي البرد، باكل العدس بيجي لي برد. لا، ما تاكلش عدس لوحده، قطع معاه جزر كتير وبطاطس وكده هتخف انت نسبة العدس. الجزر ده هيخلي العدس لونه أصفر، يعني لو خفينا ده العدس البصل ده هيعوض الجزر هيعوض اللون بتاعه ويديله سمك وكثافة حلوة. يلا نسمي الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونبتدي الوصفة بتاعتنا. هنجيب أول حاجة المواد الكافة دي، الدواية الناشفة دي، ونخش بيها على المية على النار. المية على النار بتغلي، نضيف عليها قلنا المواد الكافة اللي هي الناشفة الصلابة دي، البصل والطماطم، ونقلب بقى كده نسيبها تستوي براحتها. واخر حاجه هنضيفها العدس، لان العدس مفيهوش سوا. المواد دي او الحاجات المكونات دي بتاخد سوا جامد، اللي هو الجزر والبصل والطماطم. هنسيبهم بقى يغلوا كام غلوه كده، بعد كده نضيف عليهم العدس في اخر حاجه. بعد 5 دقايق غليان على النار الجزر والبصل والطماطم، هنضيف العدس بتاعنا. هو عباره عن كوبايه ونص. زي ما قلنا اللي بيخاف من البرد يقلل العدس وكتر الجزر. الجزر بيديله نفس اللون هو البطاطس، والعدس ما بيزيدش برضه ولا حاجة، عادي البرد كده موجود. بالعكس حلو بالعكس الجزر دلوقتي، الجزر والبصل والطماطم والعدس وجبة غذائية كاملة متكاملة. وكمان ده وقت العدس، الجو اللي احنا فيه ده وقت العدس، تاكلوا امتى طيب؟ شايف من الكلام ده كله ولا في أي مشكلة؟ لا العدس يحلى بقى البصل الأخضر وجمال البصل الأخضر. عندنا هنا بتتباع شيلة بصل قد كده ب10 جنيه. هاته وخليه في البيت مش هيخسر، هينشف العروش اللي تحت، إنما الأخضر فوق ده لازم هو. حاجة جميلة ومفيدة. لغاية ما أظبطه كده البصل كده، وأشيل بقى الحاجة اللي هي وحشة فيه دي ناشفة. كده تاكل أحلى بصل مع أحلى عدس. تعالوا نتبل بقى العدس والفلفل الأسود. مرة أنا من هواة الشطة. ملح، العدس ما يحلاش غير بالشعرية. بس حلو أوي الدرجة دي عشان ما يمررش. عشان أنا بقلب بلندر وهو شغال كده على النار. تمام كده. بعد ما عملنا العدس في البلندر هنضيف عليه الشعرية بتاعتنا اللي احنا حمرناها. أنا بصراحة من هوايتي إني أحط على البصل على العدس تقلية على الوش زي الكشري كده. في ناس كده زي وناس لا، تقول لك لا مش عايزين بصل كفاية. بصل مفيد جدا جدا، وده البديل الطبي بتاع الأنسولين، مفيد جدا جدا كمضاد حيوي.
في الأيام اللي احنا فيها دي والحاجات المنتشرة دي، البرد والحاجات الصفيرة والحاجات دي. كفاية كده، اللون ده حلو.